يا هلا بالجمال، يا هلا بالناس الحلوة اللي مشرفاني وشرفوني فعلا في محلي. انا يمكن من 40 دقيقة بالظبط انا عرضت شوية طرح كده، حوالي 25 طرحة. انا اتفاجئت بعد ما قفلت الفيديو اتباع منهم 4 في 10، واتبقى عندي 10 اتحجزوا. علشان كده انا قررت ابقى مجنون واجنن من الناس كلها، علشان اكرر نفس العرض بعروض تانية، وهتبقى في عروض كتير جدا منتظرة الناس كتير جدا. النهارده عرضي مستمر، علشان الناس لو جم سألوا على العرض اللي فات انا نفسي مش مصدق ان ال 24 قطعة اتباعوا خلاص. علشان كده انا قررت ان انا اعمل عرض على الشنط الحريمي. النهارده عندي حوالي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 شنطه حريمي بسعر مفاجاه. يمكن انا بالنسبه لي ما كنتش متوقع ان في اقبال كبير جدا بالنسبه للطرح، ان انا لسه عارضها بعد 40 دقيقه بعد العرض الطرحه ب 20 جنيه. علشان كده لو انا عملت العرض ده على الشنطه الجميله دي، ويمكن اغلبيه الناس اللي بتتفرج عليا وزمايلي وحبايبي بتوع الشنط عارفين ان جمله الشنطه دي لما تخرج من الورشه ب 75 جنيه جمله. علشان كده انا هكسر كلمه الورشه. انا النهارده هعمل ان الشنطه دي بدل ما تبقى ب 75 من قلب مكانها، النهارده هيبقى عرضها 70 جنيه بس. واللي هيشرفني اول 4 تنفار هتبقى ب 65 جنيه، زي ما الناس شرفوني النهارده وخدوا ال 24 قطعه اللي انا كنت لسه عارضهم. النهارده هيبقى الشنطه اللي قدامك دي ب 70 جنيه، واول 4 تنفار هيشرفوني بالمحل هتبقى القطعه الواحده واقفه عليهم ب 65 جنيه. اصبح ان انت دلوقتي عندك شنط حريمي ب 65 جنيه لاول 4 اشخاص هيشرفوني المحل، زي ما الناس شرفتني النهارده في ال 24 قطعه بعد ما عملت الفيديو باقل من 40 دقيقه اتاخدوا، والناس شرفوني وكانوا فعلا واخدين شوت سكرين لاي طرحه انا عرضتها. فالنهارده انا هعرض لكم ان الشنطه الجميله دي اول 4 تنفار هيشرفوني هتبقى ب 65 جنيه. ويمكن الناس اللي شغاله في الشنط عارفين ان سعرها بتخرج من قلب الورشه مكانها 75 جنيه جمله لباب الشعريه. والنهارده انا هكسر كل حاجه وهعمل عروض على اي حاجه ومنتجات، وصدقوني هتبقى عروض ضرب نار. النهارده انا بعرض شنطه الاول 4 تنفار هيشرفوني النهارده ب 65 جنيه بس. والنهارده هتبقى عروض جميله جدا. العروض دي عندي 12 شنطه حريمي زي ما انا بتكلم ب 65 جنيه، بتخرج من قلب مكانها ب 75 جنيه من قلب الورشه بعد تصنيعها وجلدها وحواراتها. النهارده هتاخد الشنطه جاهزه ب 65 جنيه لاول 4 اشخاص هيشرفوني زي ما شرفوني وخدوا ال 24 قطعه في اقل من 40 دقيقه بعد ما خلصت الفيديو. النهارده انا قررت ان انا اعمل عروض على الشنط الجميله دي وبانواعها واشكالها. النهارده شنطه ب 65 جنيه والله العظيم ببلاش، ولسه العروض مستمره طول ما في ناس كويسه جدا فعلا بتشوف العروض وتصدقها. علشان كده هيبقى في عروض وهنكسر الدنيا. والنهارده شنطه جميله جدا شغل لوكس مش شعبي ب 65 لاول 4 اشخاص هيشرفوني هنا في المحل. علشان كده اتمنى من الناس اللي موجوده تشير الفيديو، علشان اللي هيشير ويعمل لايك واعجاب للفيديو هيبقى ليه معامله خاصه جدا. الشنطه دي كانت بتتباع عندي ب 85 جنيه. الشنطه دي كانت سعرها 85 جنيه. علشان كده الناس اللي هتشرفني النهارده او بكره اول 4 اشخاص هيشرفوني هتبقى سعر الشنطه الحريمي اللي حضراتكم شايفينها دي فعلا مش شعبي، حاجه محترمه جدا. اول 4 اشخاص هينوروني ب 65 جنيه بدل 85 جنيه. واكيد الناس اللي موجوده معايا والناس اللي بتصنع الشنط الحريمي عارفين ان جملتها بتبدا او بيخرجوها ب 75 بعد صناعتها وشغلها للتجار هناك علشان تجيبها جمله ب 85 جنيه وبيبدا يبيعها ب 100 وب 100 وحاجه. النهارده هنكسر كل حاجه. والنهارده زي ما حضراتكم شرفتوني في الطرحه ام 20 جنيه والطرحه الديجيتال ان شاء الله في شهر واحد، فيبقى في عروض جميله جدا ويبقى في حاجات حلوه جدا.
وكمان هيبقى في مناسبات حلوه لعيد الحب طبعا، والناس كلها منتظره الساعات والبرفانات، وان شاء الله هيبقى فيها عروض. هتبقى انت ملك البرفانات مش انا، انت الراجل اللي انت اكنك انت اللي هتبيع وانا اللي هشتري منك. انت هتشرفني وتنورني، وهعمل لك العروض كلها علشان تبقى انت صاحب المحل وانا كشاري منك. علشان كده انا بعرض منتجاتي ليك علشان تبقى عارف العروض اللي جايه دي هتبقى عروض اقوى من اللي فاتت. ابو 20 هيرجع، وابو 25، والهديه كلها هتكلفك 200 جنيه بدل ما تكلفك 500. النهارده هتبقى عروضنا ملهاش حل. اللي انا عملته دلوقتي بسبب ان ال 24 قطعه اتباعوا في اقل من 40 دقيقه. والله انا ما مصدق، 40 دقيقه اتباعوا 24 قطعه بسبب الناس الجميله اللي موجوده والناس اللي بتشير الفيديو. ده كان اعجابي بيكم وده كان ثقتي بيكم. علشان كده انا قررت ان اول 4 اشخاص يشرفوني هتبقى سعر القطعه بتاعت الشنطه زي ما حضراتكم قلتم 65 جنيه. وان شاء الله هتبقى في عروض كتير جدا على الساعات والبرفانات. بس انا حبيت اعمل كده لان انا اتفاجئت من كميه الناس اللي حجزوا على الواتساب، والناس اللي جم شرفوني في المحل وجم خدوا الطرح وكانوا مبسوطين جدا. انا رامي جمال، وان شاء الله استنونا في عروض اقوى واقوى من اللي جاي. بس انا حبيت اعمل العرض ده لان انا فرحت بالناس اللي شرفوني وسعادتي كانت بصراحه جميله جدا. اهلا بيكم، وان شاء الله هتبقى في منتجات احلى واحلى وهترجع اسعار زمان. انا يا رامي جمال وده محل ضجه.